السلام عليكم، فيديو جديد هنعمل مع بعض مربى الجزر بالبرتقال. حاجة كده بجد تحفة. ما ينفعش يجي موسم البرتقال والجزر من غير ما تعمليها. هتنفع في السحور، هتنفع لو ولاد صغيرين مش صايمين، هتنفع معاكي جاهزة في اي وقت وهتوفر عليكي كتير جدا، وبجد طعمها روعة. هنجيب معانا ده كيلو من البرتقال، هحط عليهم قصادهم كيلو من الجزر. تمام. اول حاجه ببدا اقشر الجزر كده زي ما انتم شايفين، وهجيب المبشره وهبشره. والبرتقان في الاول خالص انا هاخده غلوه في حله ميه بتغلي، بس غلوه واحده بس وهقفل عليه. تمام. اول حاجه كده اهو زي ما انتم شايفين برتقان انا غسلته وهحطه كده في الميه الغلوه زي ما قلت لكم. ده كيلو من البرتقان. تمام. وهجبت بقى خلاص هسيبه وهجيب الجزر. طبعا في الوقت اللي البرتقال بيتسلق فيه او بياخد غلوة، هي غلوة واحدة بس، هنبدأ ان احنا نبشر الجزر. في الاول خالص ببشر الجزر، بشيل القشرة الخارجية بمقشرة البطاطس كده، وببدأ ان انا ببشر الجزر بالمبشرة الستانلس كده زي ما انت شايفة، وبيكون بالحجم ده. عايزة تخلي حجم الجزر اصغر من كده، اعمليه بالناحية الأضيق كمان من في المبشرة دي. لو عندك طبعا فود بروسيسور او الكهرباء هتبدأي تبشري بيها، يكون اسهل، الموضوع اسرع واسهل. بس طبعا المبشره دي في كل بيت، واحنا بنعمل حاجه اقتصاديه مش بتاخد معانا وقت. خلاص هو مش هياخد وقت لان الجزر خفيف وبيتبشر بسرعه. خلاص في الوقت ده خلاص كان البرتقال اتسلق كده زي ما انتم شايفين، مش اتسلق، هو خد غلوه واحده. غلوه واحده الميه بتقلب كده، وببدا ان انا اشيله على طول. الميه دي على فكره مش برميها، الميه بتاعت سلق البرتقال دي بخليها تبرد وبحطها في ازايز. ببدا ان انا بغسل بيها الطيور من الزفاره، بتخليها حلوه قوي. بغسل بيها، بزود بيها صابون المواعين، بيزيد الصابون لمعان، والمواعين بتلمع كده وبيخليها حلوه قوي. بجد حلو. ميه الليمون وميه سلق البرتقال ما ترموهاش، بتستفيدوا بيها. خلاص كده بجيب البرتقال وبقطعه كده زي ما انتم شايفين ارباع او نصاص. بشيل بس كده القطعه اللي فوق دي كده لانها بتبقى ناشفه شويه، وببدا ان انا بقطع البرتقال اربع ارباع واجزاء صغيره. وجبت الكبه بتاعتي وهبدا ان انا افرم البرتقال فيها كده. هتشوفوا الحجم بقى انت بتتحكمي فيه. عايزاه مبشور ناعم قوي بتفرميه اكتر، عايزاه خشن يا برضو ايه، ما تقلقيش ان احنا هنحط البرتقال بقشره، بجد حلو قوي مش هيديله مرار. طبعا الجزر اهو بشرت الكميه كلها، احط عليها كيلو من السكر. ما تستكتريش كميه السكر، الجزر والبرتقال بياخد سكر الى حد ما شويه اكتر، بس بالنتيجه حلو قوي الكميه طبعا، لان ما شاء الله 2 كيلو 2 كيلو بنحط عليهم كيلو من السكر، يعني كيلو برتقال وكيلو جزر، فاحط عليهم كيلو من السكر. الكميه مش كبيره، بالعكس السكر هيكون مظبوط جدا. ادي البصل البصل ايه البرتقال بعد ما بشرته بيكون كده زي ما انتم شايفين بالحجم ده كده اهو. خلاص. وادي الجزر لما حطيت عليه السكر بعد ما عبال ما ابشر البرتقال كان داب كده زي ما انتم شايفين، ونزل ميه صوص كده. هبدا احط البرتقال عليه كل كميه انا ببشرها، ببدا احطها كده على الجزر. طب لو ما عندكيش كبه، هتعملي ايه في البرتقال؟ عادي ممكن تبشريه في الخلاط، او تجيبيه وتقطعيه قطع صغيره بالسكينه، تنزلي عليها بالسكينه برضو قطع صغيره. انا بحط كده كل كميه انا ببشرها بحطها كده على السكر، وببدا اقلبها. تقدري تسيبيه كمان شويه كده، مع ربع ساعه ولا حاجه على رخامه، بحيث ان هو كلها تتفاعل مع بعضها، مفيش اي مشاكل. وابدا ارفع المقدار ده كله كده على النار، وبحط عليها ليمونه او نص ليمونه كده، وبنبدا نسيبه يغلي كده مع نفسه. كل شويه بهدي النار خالص طبعا، عشان اي حاجه فيها سكر بهدي عليها النار، وببدا ان انا بغطي عليها وبسيبها. هي قعدت حوالي ساعه ونص او ساعتين، لاني هديت النار جدا. في النهايه بتسيبها خالص لحد ما توصل بالشكل زي ما انتم شايفينه كده اهي. بصوا المربى والجزر بقت حاجه دابت وبقت جميله. انا عايزاها كده، لو عايزاها انعم من كده خديها في الوقت ده اضربيها في الكبة تاني او في الخلاط، لكن انا كنت عايزاها فيها قطع كده زي ما انتوا شايفين.
هعملها لكم كده في سندوتش كده حاجه عظمه، هتشوفوها هتبقى شكلها ازاي. وبعد ما احطها في البرطمانات، طبعا الكميه ديت انا ما صورتهاش تاني يوم، ما صورتلكوش تاني يوم هيبقى شكلها عامل ازاي، هو عبال تاني يوم كانت تاكل برطمان اصلا يعني. برطمان صغير طبعا. بصوا بجد حلوة قوي اهي، شايفين خلاص شربت السكر اللي فيها والصوص، عايزة فيها صوص اكتر من كده شوية كمان بتسيبيها، بس المربى لما بتنشف بتقعد معاكي مدة اطول في التخزين في التلاجة. اهي انا بوريكم هنا القطع ان هي زي المبشورة كده لكن دايبة وجميلة قوي قوي. خلاص كده هبدأ ان انا اقدمها لكم كده واعبيها في برطمانات. البرطمانات دي بتكون معقمة، دي برطمانات مربى برضو عادي، بس لما بتخلص بغسلها بعقمها قبل ما تحطي فيها اي حاجة. حطيها على البخار بتاع عين البوتاجاز كده بحيث ان هي تتبخر وتتعقم، وتحطي فيها عشان تفيدك في التخزين وتفضل مدة اطول. بصوا كده المربى اهي، حطيت بقت في البرطمان زي ما انتم شايفين، ودي حطيتها لكم في طبق عشان يبان شكلها. وهنعمل مع بعض احلى سندوتش كده رغيف فينو كده جامد كده، وتبدأي تفتحي وتحطي بقى ايه من المربى. طب كمان تقدري ان انتي تحطي قشطة، بس سندوتش بقى ايه سكالانس. حاجة كده من ذكريات الزمن طبعا، تبقى حلوة قوي، هتنفع معاكم في السحور. بصوا البرطمان ده يعني، ده ما مش هقول لك بقى، انا عملت كمان 3 برطمانات من الحجم ده، الكميه ما شاء الله حلوه قوي يعني، كانت جميله جدا اهي. وببدا ان انا زي ما انتم شايفينها افتح الفينو اهو وهحط فيها المربى. بجد كانت حلوه، انا محطتش قشطه طبعا يعني، اللي عايز يحط قشطه يحط، برضو بتبقى بجد جميله جدا. حاجه كده يعني من ذكريات زمان يعني، المربى دي من الذكريات، ما ينفعش يعدي الموسم بجد من غير ما تعملي مربى الجزر بالبرتقال. موفرة والله وحلوة قوي وسريعة على فكرة، مش بتاخد يعني الوقت اللي احنا متخيلينه. اهو بصوا انا عملت السندوتش في الولاد بقى في المدارس بعد رمضان. يعني انا الفيديو مش لرمضان بس يعني، تقدري تعمليها في السحور لو ولاد صغيرة مش صايمين بيروحوا طبعا حضانات. انا عندي ليه ابن الصغير بيروح الحضانة، برضو بتنفع معايا، بتبقى حاجة جاهزة وموجودة في البيت، بجد حلوة قوي. يعني جربوها بجد هتعجبكم. ما تنسوش الوصفة ديت، هي وصفة شتوية لان طبعا ما فيش برتقان في الصيف، بس بتبقى طعمها حلو قوي. والجزر طبعا الموسم بتاعه، والبرتقان موجود لسه، الحقي اعمليها قبل ما الموسم يخلص. اشوفكم بقى في فيديو تاني جديد. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي حاجة جديدة انا بقدمها، والفيديوهات اللي جاية بجد هتكون قوية جدا. تابعوني.